العلاقة اللي انت بتكون مطمن وانت فيها هي بتكون علاقة خالية من اي مشاكل نفسية، وبتكون خالية من اي العاب نفسية. طيب، ايه هي الالعاب النفسية دي؟ لعبة الظهور والاختفاء. بيكون في حياتك الشخص تتعود عليه، واول ما تتعود عليه بيمشي ويسيبك، وانت ساعتها ما بتعرفش تتلاشى ان هو مشي. لعبة الظهور والاختفاء. بيكون في حياتك الشخص متعود عليه، واول ما تتعود عليه وتتعلق بيه بيمشي ويسيبك، وساعتها انت مش هتعرف تتلاشى ان هو خرج من حياتك، وبيبدأ يخرج فعلا تدريجي من حياتك. لعبة تأخر في الرد. بيبين لك ان الشخص ده ذو هيبة وما عندوش وقت كافي ان يرد عليه، وان انت يعني شيء ثانوي في حياته، مش مهم خالص في حياته. لعبة المبالغة في ردود الافعال منتشرة جدا حوالينا. ان الشخص طبيعي لو انت في بينك وبينه مشكلة فبيصغرها مش بيكبرها، وبيحاول يحلها بسهولة. والعكس، لو انت اللي غلطت في حق بيكبر المشكلة حتى لو كانت حجمها صغير، وبيبالغ دايما في ردة فعله، وبيخليك تشعر دايما بتأنيب الضمير. لعبة التقليل. دايما بينقد فيك بأشياء فيك مش حقيقية، دايما بينقص منك ومن قدراتك ومن نجاحك. لعبة الرسائل المزدوجة. يعني ايه الرسائل المزدوجة؟ التصرفات الغريبة الغير مفهومة. دايما بيقولك كلام غامض بس ليه معاني كتير جدا، وبيسيبك تقعد تفكر طول الوقت في إجابات للأسئلة دي. اختاروا صح.